السلام عليكم. ايه اللي يوصل واحدة انها تجمع عيلتها وعيلة خطيبها ويرنوه علقة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، بس قبل ما نتكلم بعد اذنكم لايك وشير وحط لنا رأيك في تعليق. شكرا. مشكلة اختنا هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطيبي الناس كلها عارفة انه محترم، بس لقيته بيفتح معايا مواضيع مش كويسة، وكل مرة اتعصب ونتخانق، وبعدين بدأ يتجرأ ويطلب مني اننا نروح الشقة لوحدنا عشان الخطوبة لسه مطولة وكده يعني، ويقنعني باننا كده كده هنتجوز، ويقول لي اني مش واثقه فيه، وانا برفض وبنتخانق ويتقمص ويعلي صوته عليا. لقيته جاي ياخد من والدي الشبكه ويقول له اني عصبيه ونديه ولساني طويل ولا اصلح اني اكون زوجه وهخرب البيت، وكمان بينصحه ربي بيتك من اول وجديد، ونشر عليا في البلد كلها اني مشروع ناشز ومطلقه وحاجات غريبه. ما رضيتش اديله الشبكه غير لما كل العيلات تتجمع، اللي عيلته وعيلتها يعني، وبعدين طلعت لهم تسجيلات المكالمات بتاعته ورسائل الواتس وهو بيقنعني اعمل الفاحشه وانا بشتمه. اخواتي مسكوه رنوه علقه موت وبرر بانه كان بيختبرني. بالله عليكم وبما يرضي الله، انا كده ظلمته؟ في نسوان في البلد بيشتموا فيا اني فضحت سره، ما هو كمان فضحني بحاجات مش فيا. بص حضرتك، الموضوع هو مش بيختبرك. انا راجل بقولك ده مش بيختبرك، لان هو لو بيختبرك وحضرتك لقاكي ست محترمة ومرضيتيش تتجاوبي معاه، مش هيروح ياخد الشبكة من والدك، هيتمسك بيكي اكتر ويتجوزك ويعرف ان انت ست محترمة. ده هنا لو بيختبرك. كلنا بتحصل بنختبر، مثلا الواحد بيخطب بيختبر خطيبته، بس لما يلاقيها ست محترمة بيتمسك بيها. لو رحتي مع الشقة بقى، كان الاختبار ايه؟ مش فاهم. تمام سيب، بس الموضوع كان يتحل بأبسط من كده. تمام، انت تجاوزتي قوي مع احترامي يعني. كان ممكن انت بينك وبين والدك، لان لو كنت عايزه تحافظي على اخواتك، لان بصراحه انا شايفك ما اهتمتيش حتى ان واحد من اخواتك انه ممكن يضربه ضربه يقتله فيروح في داهيه، معلش يعني. فانت كنت قلتي الموضوع بينك وبين والدك ووريتي له كل حاجه، والدك كان جاب والده ووراله كل حاجه. تمام. وحتى لو في حد او واحده ست بتتكلم عليكي كنت وريتيها الحاجات عادي، مش مهم، ما تديهاش لحد توريهم. تمام. بس كنت هتحافظي على الاقل على اخواتك، يعني كان ده الحل الامثل اللي انت بتتكلمي فيه. تمام. والشبكه مش من حقه، يعني حتى الحاجات والهدايا لا مش من حقه، هو بني ادم مش محترم. ولو ليكوا راي سيبوه في تعليق، واللي عنده مشكله يا جماعه بعد اذنكم سيبها لي في تعليق هعمل عليها فيديو. تمام. ما تنسوش يا جماعه اللايك وشير ومتابعه. شكرا.